مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه كاندي مان. الفيلم بيبدأ في السبعينات مع ولد صغير رايح المغسلة، بيقابلوا 2 ضباط وبيسألوه عن واحد بيدوروا عليه بس بيتجاهلهم وبيمشي. وهو في المغسلة بيلاقي حلويات وقعت على الأرض، ولما بيوطي ياخدها بيشوف انعكاس صورة شخص في الإزاز وبيطلع له من حفرة في الحيطة، فبيتخض الولد وبيزعق وبتهجم الشرطة على المكان وبيقتلوا الراجل، وبيبقى فيه نحلة بتحوم في المكان. بنرجع بعدها للوقت الحاضر، بيكون تروي وصاحبه رايحين يزوروا أخته بريانا وحبيبها أنتوني الرسام، وبيبتدي تروي يقول لهم قصة رعب عن واحدة اسمها هيلين لايل في مكان اسمه كابريني جرين، وإنها اتجننت وقطعت راس كلب وقدرت تهرب من البوليس لما قبضوا عليها، وقتلت ناس كتير وخطفت طفل، وكانت هتضحي بيه وترميه في النار لكن قدروا ياخدوه منها وهي جريت على النار واتحرقت. أنتوني بيهتم بالقصة جدا وبيبتدي يدور ويروح المكان بنفسه، وهناك بتقرصه نحلة وهو بيصور. وهو بيتفرج على المكان بيتعرف على ويليام اللي عايش هناك وبياخدوا المغسلة بتاعته، وبيبتدي أنتوني يسأله عن قصة هيلين وبياخد منه قلم يكتب ملاحظات. بيقول له ويليام إن هيلين كانت بتدور على كاندي مان وإنها لقيته، وبيحكي له إن كاندي مان ده راجل اسمه شيرمان فيلدز، إيده كانت عبارة عن خطاف وكان دايما بيوزع حلويات على الأطفال. ومرة في الهالوين طفلة لقت موس في الحلويات اللي جمعتها، والبوليس اتهم شيرمان بس هرب لحد ما الضابط لقاه في المغسلة، وبعد ما قتله اكتشفوا انه كان بريء. وبنعرف هنا ان ويليام هو الطفل اللي كان في المغسلة في اول الفيلم. بيرجع أنتوني بيته وبيبتدي يرسم بعد ما قصة كاندي مان ألهمته. بترجع بريانا البيت وبياخدها أنتوني يوريها لوحته الجديدة عن شيرمان، وبيحكي لها قصة كاندي مان، وإن الأسطورة بتقول لو حد قال اسم كاندي مان في المراية 5 مرات انعكاسه هيظهر له ويقتله. وبيهزر معاها وبيقول كاندي مان 5 مرات في إزاز الشباك، وبيظهر انعكاسه فعلا في الإزاز بس هم مش بيشوفوه. وبعدها بيعرض أنتوني لوحته في معرض، وبتبقى عبارة عن مراية وجواها اللوح بتاعته عن شيرمان وكاندي مان، وورقة مكتوب فيها كاندي مان 5 مرات. بتبقى موجودة ناقدة فنية في المعرض بتتكلم مع أنتوني وبتقوله إن اللوحة مش عاجباها، وبرضه أصحاب بريانا ومنهم صاحب المعرض مش بتعجبهم اللوحة، فبيتخانق معاهم أنتوني وبيمشي. بيفضل صاحب المعرض وحبيبته بعد ما الناس بتمشي، وبتقرر حبيبته إنها تقول كاندي مان 5 مرات في المراية. فعلا بيظهر لهم انعكاسه وبيقتلهم بطريقة بشعة جدا. بيفضل أنتوني يرسم وبيلاقي إن قرصة النحلة اللي في إيده بقت كبيرة وشكلها وحش جدا، وبتروح بريانا المعرض الصبح بتلاقي الجثث. بعدها بيتشهر أنتوني ولوحته والأخبار كلها بتتكلم عنه. بيروح ياخد أبحاث هيلين من الجامعة وبيبتدي يسمع تسجيلاتها في الأسانسير اللي بيتعطل بيه. فجأة بيلاقي حلويات وقعت على الأرض، ولما بيفتحها بيلاقي جواها موس بيعوره، وبيلاقي نقط دم بتنزل عليه من السقف. ساعتها بيشوف شيرمان في انعكاس المراية، بيخاف جدا وبيتفتح الأسانسير وبيرجع بيته يكمل رسم. بيجيله تليفون وبيروح للناقدة اللي ما عجبتهاش اللوحة، بيتكلموا شوية وبيستفزها فبيتحداها تقول كاندي مان، وبتدخل الحمام وبتقول اسمه فعلا قدام المراية، وبتتقتل الناقدة بعد ما بيكون أنتوني مشي. بيرجع لحبيبته بريانا اللي بتكون سهرانة مع أصحابها، وفجأة بيعرفوا خبر موت الناقدة. بيتوتر أنتوني وبيسيبهم وبيروح لويليام المغسلة عشان يعرف قصة كاندي مان، وبيفهم منه إنه مش شخص واحد بس، دول أكتر من شخص بيجمعهم الظلم. ابتدت الحكاية في القرن ال19 مع أول كاندي مان. كان رسام فقير بيرسم الأغنياء، حب بنت تاجر من اللي بيرسمهم، ولما أبوها عرف أجر ناس تقتله وقتلوه بطريقة بشعة. قطعوا إيده وحطوا مكانها خطاف وعلقوا على صدره خلية نحلة علشان النحل يقرصه، وفي الآخر حرقوه. وبيقولوا إن كاندي مان حقيقي، كلهم اتعرضوا للظلم. وفي الوقت ده بتروح بريانا وبتشوف لوحات أنتوني، بتخاف منه جدا لما بيوصل وبيزعق لها لأنها مش المفروض تشوفهم، وبيعترف لها إنه غلط لأنه استدعى كاندي مان. بتحاول بريانا تثبت له إن الكلام ده مش حقيقي، فبتقف قدام المراية وبتقول كاندي مان، بس بيكسر أنتوني كل المرايات الموجودة في المكان. بتخاف منه بريانا وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم الصبح مجموعة بنات في مدرسة بيقرروا برضو إنهم يستدعوا كاندي مان، بيقفوا قدام المراية وبيقولوا اسمه 5 مرات، وفي النهاية كلهم بيتقتلوا. وفي الوقت ده بيكون أنتوني نايم في بيته بعد خناقته مع بريانا وسط المرايات اللي كسرها، وبيلاقي إن حالة إيده بقت صعبة جدا، فبيروح المستشفى. وبيسمع ساعتها في تلفزيون المستشفى عن حادثة البنات في المدرسة، ولما بتدخل الممرضة بيعرف منها إنه اتولد في كابريني جرين.
بيخرج من المستشفى وبيروح لأمه عشان يعرف منها الحقيقة، لأنه ما كانش يعرف إنه اتولد في المكان ده غير لما الممرضة قالت له. بتحكي له إنه اتولد في كابريني جرين فعلا، وإنها خبت عليه عشان تحميه. وبيعرف منها كمان إنه هو الطفل اللي خطفته هيلين، بس مش عشان تضحي بيه ولا لأنها كانت مجنونة، لكن هيلين كانت بتحميه لأن كاندي مان اختاروا يكون من ضحاياه، وإنه كان هيحرقه لولا إنها دخلت جوه النار ورجعته ليها، وإنهم أخدوا عهد محدش يستدعيه تاني. وساعتها أنتوني بيعرفها إن كاندي مان لقاه وبيسيبها وبيمشي. بيرجع أنتوني لكابريني جرين، وفي نفس الوقت بريانا بترجع شقتهم مع تروي أخوها. بتدور على أنتوني مش بتلاقيه، بس بتلاقي القلم اللي أخده أنتوني من ويليام وبيكون مكتوب عليه اسم المغسلة، فبتروح تدور عليه هناك. بتدخل بريانا مكتب ويليام مش بتلاقي حد، وبتلاقي إن الباب اتقفل عليها فجأة وبيظهر حد وراها وبيخطفها، وبنكتشف إنه ويليام. بتفوق بريانا بتلاقي نفسها متكتفة في كنيسة مهجورة، وأنتوني موجود وويليام برضه. بيتصل ويليام بالبوليس وبيبلغ إنه شاف واحد مجنون ماشي في شوارع كابريني جرين وماسك في إيده خطاف وبيقتل الناس. بيبتدي ويليام يقطع إيد أنتوني ويحط مكانها خطاف ويلبسه لبس كاندي مان، لأنه عاوز أسطورة كاندي مان تستمر ويعيش للأبد. بتقدر بريانا تفك إيديها بالقلم اللي كان معاها وتهرب، بس ويليام بيلاقيها. بتحاول تشيل عصاية من على الأرض تخبطه بيها، بس بتبقى تقيلة عليها ومش بتقدر ترفعها، فبيضحك عليها ويليام. بس فجأة بريانا بتضربه بالقلم في عينه وبتفضل تضربه كتير لحد ما بتموته. بيجيلها أنتوني وبيبقى خلاص بيموت بسبب اللي عمله فيه ويليام، بس بتحاول إنها تكلمه عشان يفضل عايش. بتسمع صوت البوليس بتنادي عليهم عشان يعرفوا مكانها، بس للأسف البوليس أول ما بيدخل أنتوني بيموت. بياخدوا بريانا لعربية البوليس، والضابط بيقول لها إن اللي حصل لأنتوني كان حاجة صعبة، وبيبتدي يقول لها القصة اللي عاوزها تحكيها، وهي إن البوليس كان بيدور على أنتوني وجات لهم معلومة عن مكانه، وإنهم أول ما دخلوا ابتدى أنتوني يقرب على الضابط والخطاف في إيده، فاضطر الضابط يقتله عشان يحمي نفسه ويحميها. ولو رفضت تحكي القصة دي هو هيحكي قصة تانية، إن بريانا متعاونة مع أنتوني في قتل ضحاياه، وبكده هتروح السجن بقية حياتها. ساعتها بتطلب بريانا من الضابط إنها تشوف نفسها في المراية الأول، وبعد كده هتحكي القصة اللي هو عاوزها. بتبص لنفسها في المراية وبتبدأ تردد اسم كاندي مان 5 مرات. فجأة بيتقفل عليهم باب العربية وبيتقتلوا الضباط اللي بره العربية كلهم، وبيظهر كاندي مان اللي بيكون بقى أنتوني، لأنه هو كمان اتعرض للظلم لما الضابط قتله وهو بريء. بيتفتح باب العربية وبيهرب الضابط وبتنزل بريانا، وبتشوف أنتوني وهو بيقتل الضابط وبيطلب منها تقول لكل الناس القصة وإنه بريء. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.